أهلا بيكم. الالتهاب أو الانفلاميشن كلمة بنسمعها تقريبا كل يوم، بس يا ترى إيه اللي بيحصل بالظبط جوه جسمنا لما بيحصل التهاب؟ في الشرح ده هنفكك مع بعض واحدة من أهم العمليات الدفاعية في الجسم، وهنعمل ده بشكل مزدوج اللغة عربي وإنجليزي عشان نكون مستعدين تماما لأي سؤال في الامتحان. يلا بينا نبدأ رحلتنا. دي الخريطة اللي هنمشي عليها. هنبتدي بالأساسيات خالص وبعدين ندخل على الاستجابة السريعة للجسم اللي هي الالتهاب الحاد، ونشوف المعركة الخلوية بتحصل ازاي ونتعرف على أنواعها المختلفة. بعدها هنشوف ايه اللي بيحصل لما المعركة دي تطول قوي وتتحول لالتهاب مزمن، وفي الآخر هنلخص أهم الفروقات اللي لازم نكون طالعين بيها من الشابتر ده. يلا بينا على أول قسم، الأساسيات. مهم أوي نركز هنا، لأن فهمنا للتعريف والأسباب هو حجر الأساس اللي هيبني عليه كل اللي جاي بعد كده، وهيخليه سهل ومنطقي. طيب، أول سؤال وأهم سؤال، ما هو الانفلاميشن أو الالتهاب؟ فكروا فيه كأنه جهاز الإنذار بتاع الجسم. بكل بساطة هو رد فعل الأنسجة الحية لما تواجه أي إيريتنت أو مهيج. يعني الالتهاب في حد ذاته مش هو المشكلة، بالعكس تماما، دي استجابة دفاعية طبيعية هدفها الأول والأخير هو حماية الجسم. تمام. ايه بقى اللي ممكن يضرب جرس الإنذار ده ويسبب إصابة للخلية أو سيل انجري؟ الأسباب الحقيقة متنوعة جدا. ممكن تكون مهيجات حية living irritants زي البكتيريا والفيروسات، أو ممكن تكون مهيجات غير حية non-living irritants، ودي بقى بتشمل حاجات فيزيائية زي الحرارة والبرد والإشعاع، وحاجات كيميائية زي الأحماض والسموم، وميكانيكية زي الخبطات والاحتكاك. ومش بس كده، ده حتى المشاكل اللي بتحصل جوه الجسم نفسه زي نقص الأكسجين أو هايبوكسيا، أو نقص الدم اللي واصل للأنسجة اللي بنسميه إسكيميا، كل ده ممكن يعمل ضرر للخلايا ويستدعي استجابة التهابية. وأخيراً ممكن التفاعلات المناعية نفسها هي اللي تكون السبب. بعد ما عرفنا إيه اللي ممكن يبدأ الحكاية، تعالوا نشوف أول وأسرع رد فعل للجسم، الالتهاب الحاد أو الأكيوت إنفلاميشن. فكروا فيه كأنه فريق التدخل السريع، خط الدفاع الأول اللي بيوصل لمكان المشكلة في دقايق. أول حاجة بتحصل في مكان الإصابة هي تغيرات كبيرة جدا في الأوعية الدموية. الحكاية بتبدأ بانقباض لحظي أو transient vasoconstriction، لكن الأهم بيحصل بعده على طول vasodilation، يعني الأوعية الدموية بتوسع عشان تضخ أكبر كمية دم للمنطقة. تخيلوا كأننا بنفتح كل حارات الطريق السريع عشان الإمدادات توصل بسرعة. الخطوة اللي بعدها هي زيادة النفاذية أو increased permeability. هنا جدران الأوعية الدموية بتبقى عاملة زي المصفاة، وده بيسمح للسوائل وخلايا المناعة إنها تطلع من الدم وتروح للأنسجة المصابة. السائل اللي بيطلع ده هو اللي بنسميه إكزوداي. وهنا الصورة دي بتلخص كل الكلام اللي قلناه. بصوا كده فوق، ده الوضع الطبيعي، مفيش أي سوائل بتخرج. لكن تحت شوفوا إزاي الارتريول وسع، يعني حصل فيه فيزودايليشن. والأهم، بصوا على الأسهم اللي بتوضح خروج السوائل من الفانيول بسبب زيادة النفاذية أو الانكريزد بريميابيليتي. السوائل دي هي بالظبط سبب التورم اللي بيحصل. كل التغيرات اللي حصلت في الأوعية الدموية دي هي اللي بتترجم للعلامات الخمسة الكلاسيكية للالتهاب الحاد. أولاً روبور أو الإحمرار، وده منطقي جداً بسبب زيادة تدفق الدم للمنطقة. ثانياً كالور أو السخونة، ولنفس السبب برضو الدم ده دافي. ثالثاً تومور أو التورم، وده نتيجة مباشرة لخروج السوائل اللي سميناها إكزوديت. رابعاً دولور أو الألم، وده بيحصل لما التورم ده يضغط على النهايات العصبية. وأخيراً كنتيجة طبيعية لكل ده بيحصل فانكيوليزا أو فقدان الوظيفة. طبيعي جداً إن عضو دارم وسخن وبيوجع مش هيعرف يقوم بوظيفته زي الأول. تمام. بعد ما الأوعية الدموية عملت اللي عليها بتبدأ بقى المعركة الحقيقية، المعركة الخلوية. هنا الجسم بيبدأ يجند القوات الخاصة بتاعته، خلايا المناعة، عشان تحارب سبب الالتهاب وجها لوجه. الرسمة دي بتورينا رحلة البطل بتاعنا النيوتروفيل، ده نوع من خلايا الدم البيضاء. شوفوا ازاي بتسيب الطريق السريع بتاعها اللي هو الوعاء الدموي، وبتعدي من الحواجز اللي هي جدار الوعاء عشان توصل لموقع المعركة في الأنسجة وتقضي على البكتيريا. والعملية دي مش عشوائية أبدا، دي عملية عسكرية منظمة ودقيقة جدا. طيب، ازاي الخلية بتقوم بالرحلة دي بالظبط؟ العملية دي اسمها هجرة كريات الدم البيضاء أو ليكوسايت مايجريشن. أول حاجة بيحصل رولينج أو تدحرج، الخلية بتبدأ تبطئ سرعتها وتتدحرج على جدار الوعاء الدموي. بعدها خطوة المارجينيشن أند أدهيجن، يعني بتروح على طرف الوعاء وتلزق فيه كأنها بتستعد للنزول. الخطوة الحاسمة هي ديابيديزيس، ودي عملية مذهلة، الخلية بتعصر نفسها وتتسلل من بين خلايا جدار الوعاء عشان تطلع للأنسجة. وبمجرد ما بتخرج بتبدأ عملية الكيموتاكسيس أو الانجذاب الكيميائي، بتمشي ورا إشارات كيميائية زي ما يكون حد بيرملها في تفيت عيش عشان توصل لمصدر العدوى بالظبط. وأخيراً لما بتوصل للعدو بتنفذ عملية فاجوسايتوسيس أو البلعمة، وببساطة شديدة بتبلع الميكروب وتدمره.
طيب بعد ما المعركة السريعة دي بتخلص، إيه هي النهاية المحتملة للقصة؟ عندنا 4 سيناريوهات ممكنة. أفضل سيناريو على الإطلاق هو ريزولوشن، يعني شفاء تام والنسيج يرجع طبيعي زي ما كان. السيناريو الأسوأ هو بروجريشن، يعني العدوى بتنتشر أكتر والجسم مش قادر يسيطر عليها. ممكن كمان يحصل هيلينج باي فايبروسيس، يعني الجسم كسب المعركة لكن مكانها ساب ندبة أو تليف. والاحتمال الأخير هو إن المعركة الحادة دي ما تخلصش أبدا وتتحول لحرب طويلة الأمد، وهو ده اللي بنسميه الالتهاب المزمن أو chronic inflammation. دلوقتي هندخل في جزء مهم جدا للتشخيص، وهو تصنيف أنواع الالتهاب الحاد. بشكل عام الالتهاب الحاد بيتقسم لنوعين كبار ورئيسيين. النوع الأول هو السبورتيف أو القيحي، وده معناه إنه بيكون فيه صديد أو pus. والنوع التاني هو النون سبورتيف، يعني غير قيحي. خلينا نمسك النوع الأول، الالتهاب القيحي أو السابيوريتيف. أهم حاجة بتميزه هو تكوين الصديد أو البص، وده غالبا بيحصل بسبب أنواع معينة من البكتيريا بنسميها بايوجينيك أورجانيزمز. وكلمة بايوجينيك معناها حرفيا مكونة للصديد، وأشهر مثال ليها هي بكتيريا ستافيلوكوكاي. الالتهاب ده ممكن يكون لوكالايزد أو موضعي محبوس في مكانه زي الخراج أبسس، أو ممكن يكون ديفيوز ومنتشر زي التهاب النسيج الخلوي أو سيلولايتس. والجدول ده بقى من أهم سلايدات الامتحان، لأنه بيقارن بين الخراج والسيلولايتس، ودي مقارنة بتتكرر كتير. الخراج زي ما اتفقنا بيكون localized، يعني موضعي، وبتسببه بكتيريا الستافيلوكوكس. أما السيلولايتس فبيكون diffuse أو منتشر، وبتسببه بكتيريا ستريبتوكوكس. طيب ليه الفرق ده في الانتشار؟ السر كله في الإنزيمات اللي كل بكتيريا بتفرزها. بكتيريا الخراج بتعمل زي سور حوالين نفسها، لكن بكتيريا السيلولايتس بتفرز إنزيمات بتكسر الحواجز دي وتساعدها تنتشر. حتى شكل الصديد مختلف، في الخراج بيكون سميك وأصفر، أما في السيلولايتس بيكون خفيف وممكن يكون مدمم. نيجي للنوع التاني، الالتهاب غير القيحي أو النون سوبورتيف. هنا مفيش صديد، لكن في أشكال تانية كتير، زي مثلا الكتارل، وده اللي بنشوفه في نزلات البرد لما بيكون في إفرازات مخاطية كتير. أو النوع الخطير اللي اسمه ممبرينس، وده بيتكون فيه غشاء كاذب ممكن يسد مجرى الهواء زي في مرض الدفتيريا. وفي السيرس اللي الإفرازات فيه بتكون سايلة وخفيفة زي المية اللي في الفقاعة اللي بتظهر بعد الحرق. وفي أشكال تانية زي الفيبرينس والهيموراجيك، ودي بتعتمد على مكونات السائل الالتهابي نفسه. بكده نكون خلصنا كلامنا عن المعركة السريعة أو الالتهاب الحاد. دلوقتي هنتكلم عن الحرب الطويلة، الكرونيك انفلاميشن أو الالتهاب المزمن. أهم حاجة بتميز الالتهاب المزمن هو إنه بيطول، بيستمر لفترة طويلة جدا، وسببه عادة بيكون مهيجات مستمرة الجسم مش عارف يتخلص منها، زي بكتيريا السيل تيوبركلوزز مثلا. والصفة الفارقة فيه هي إنه بيحصل فيه تدمير وإصلاح في نفس ذات الوقت، وللأسف الإصلاح ده بيكون في صورة تليف أو فايبرازس. وهنا لازم ناخد بالنا كويس جدا إن الجنود في المعركة دي اتغيروا تماما. بدل النيوتروفيلز بتوع الالتهاب الحاد، هنا بنلاقي الخلايا الليمفاوية ليمفوسايتس، والخلايا البلازمية بلازما سيلز، والماكروفيجز هي اللي مسيطرة على المشهد تماما. والصور دي بتنقلنا لقلب المعركة تحت الميكروسكوب. بصوا على الدوائر البنفسجية دي تجمعات كثيفة من الخلايا المناعية اللي اتكلمنا عنها، الليمفوسايتس والماكروفيجز. في بعض الأمراض المزمنة زي السل، الخلايا دي بتتجمع بشكل منظم ومميز جدا، وبتعمل تركيب اسمه جرانيولوما أو الورم الحبيبي، وده بيعتبر بصمة مميزة للمرض. وفي القسم الأخير ده هنحط النقط على الحروف ونلخص أهم الفروقات عشان نثبت المعلومة ونكون جاهزين لأي سؤال مقارنة ممكن يجي. الجدول ده هو خلاصة الخلاصة وأهم سلايد للمراجعة النهائية. تعالوا نمشي عليهم واحدة واحدة. أولاً البداية، الحد بيبدأ بسرعة، المزمن بيبدأ بالتدريج. المدة، الحد قصير، المزمن طويل. الخلايا الرئيسية في الحاد عندنا نيوتروفيلز، في المزمن عندنا ليمفوسايتس وميكروفيجز. الإفرازات السائلة بتكون كتيرة في الحاد، وده سبب التورم الواضح، لكنها قليلة في المزمن. وأخيراً النقطة الفاصلة والأهم، التليف أو الفايبروزس. التليف ده تقريبا مش موجود في الالتهاب الحاد، لكنه سمة أساسية ومميزة جدا للالتهاب المزمن، وهو ده اللي بيسبب جزء كبير من الضرر الدائم في الأنسجة. إذن بعد كل ده بنفهم إن الالتهاب هو المدافع المخلص عن الجسم. لكن السؤال الأهم اللي لازم نسيبه مع نفسنا، إمتى المدافع ده بيتحول لمدمر؟ إمتى الاستجابة اللي اتعملت عشان تحمينا بتبقى هي نفسها السبب تدمير الأنسجة، زي ما بنشوف في أمراض المناعة الذاتية أو في التليف المدمر اللي بيسيبوا الالتهاب المزمن وراه؟ ده سؤال بيورينا قد إيه التوازن جوه أجسامنا دقيق وهش.